السلام عليكم. عملنا مع بعض قبل كده عرق اللحمه الكداب، عجب كتير منكم. كتير بعت لي يطلب مني طريقه عرق اللحمه، وبما ان هو من اجمل وصفات العيد النهارده هنعمله عرق اللحمه البارد بطريقه حلوه جدا. كمان هنعمل الجريفي اللي بيتحط عليه صوص كده بيبقى طعمه تحفه، زي اللي بيتقدم لنا في المطاعم. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، هتحبيه وهتجربيه وباذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. ويا ريت ما تنسيش لو عجبتك وصفه النهارده ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. ويلا نبدأ ونشوف عملت ايه. انا كان معايا عرق لحمه تربيانكو، جبته فتحته كده من كل ناحيه، شلت الدهن على قد ما اقدر. انا اتعمدت ان انا اجيبه زي ما بنطلعه على طول من الذبيحه، يعني مش جاهز من الجزار. بما اننا في العيد هوريكي ازاي تربطيه. فتحته من كل ناحيه. تحطي بقى في الفتحات دي ممكن تحطي فصوص كده من الثوم، او هتحطي فلفل حصى، فلفل اسود حصى، وروزماري، بس انا ما كانش عندي روزماري فريش هعوضه. زي ما انت شفتي كده التربيطه بتاعته، بعمل عقده الاول وباجي عند النص بثبتها، وبعد كده ادخل منها الخيط، واخد 3 كده بالطول او 4. بعد كده ببتدي الف بالعرض. الطريقه زي ما انت شايفه، حاولت اوضحها لك. بتلفي على ايدك دايره كده وتعدي منها العرق للنص وبربط، وبعد كده ببتدي الف عليه بمسافات متقاربه عشان كله يطلع حجم واحد، مش حته تخينه وحته رفيعه. وحتى لو الخيط خلص منك عادي جدا ممكن تلضميه وتكملي لف زي ما شفتي. اخره كده باجي اربطه من ورا كده وبقطع عادي كانك بتربطي خيط عادي جدا. اداني نفس الشكل اللي بتشتريه من الجزار او الجاهز. بعد كده بقى هبتدي اتبله بتتبيله بسيطه وسهله جدا. معايا على كل جنب كده حوالي ربع معلقه او رشه من الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودره، وبدعكه كويس جدا. بصي باجي على كل ناحيه ارش عليه نفس البهارات اللي قلت لك عليها: ملح وفلفل، ثوم بودره، بابريكا مدخنه. بس كده في الاخر، لاني انا ما حطيتش جواه روز ماري فريش، حطيت له رشه كده من الروز الماري والزعتر، ودعكته بيه كويس جدا وهتسيبيه ساعه يتبل. بعد كده في صينيه او طاسه على قد حجمه، جبت معلقه كده من السمنه او الزبده، حطيت كمان معلقه برضو من اللية، ودي اختياري بس لكن بتديله طعم حلو. ابتديت بقى ان انا اشوحه كده واحمره من كل الجوانب، حتى من تحت ومن فوق. على الجنبين كده برضو هبتدي اوقفه زي ما انت شايفه كده من الجنبين. اديله تحميره حلوه ولون حلو. وبقى برش كده عليه بقى من السمنه او الزبده دي طول ما انا بحمره. حطيت كام واحدة حبهان كده وزيها من القرنفل 3 4، وكام ورقة لوري. كمان حطيت بصل وجزر وكرفس. قطعت بطاطسايه كده. رشيت بقى الخضار بتاعي برشه من الملح والفلفل والسبع بهارات او بهارات اللحمه زي ما تحبي. كان فايض معايا كده 3 فصوص ثوم، حطيتهم، وطماطميه مقطعاها مكعبات زي السلطه كده. وبعد كده نزلت بالميه المغليه، غلفتها بورق الزبده وبعدين ورق الفويل، سبتها على عين البوتاجاز جنبي لمده ساعه، وبعد كده هبتدي ادخلها الفرن. ويلا نعمل حبه رز طعمهم حلو جدا جنبيه. معايا حله على النار فيها حبه من الزيت، معلقه من السمنه، نزلت بالبصلايه لحد ما احمرت. معلقة ضفت معلقه سكر. كبيره من الكاري والكركم وورق اللورا واتنين من اللومي وعود كده من القرفه، 3 فصوص من الحبهان والقرنفل. قلبت وشوحت كويس جدا البهارات لحد ما شميت ريحتها. نزلت بالرز، شوحت الرز كويس جدا لحد ما حسيت ان كل حبايه رز اتغلفت بطعم البهارات. ضفت عليها معلقه من بهارات الكبسه لو موجوده. ضفت شويه من الزبيب، وكان معايا كده بوله فيها شوربه او من الصوص اللحمه اللي نزل منها، بتدي طعم حلو جدا للرز. وكملته بقى بالميه المغليه وسبته يغلي جنبي. هنا معلقه من السمنه، حطيت فيه كبشه من السوداني لحد ما اتحمر، نزلت بكبشه من الزبيب. وكنت ضايفه برده زبيب في الرز. هاتي بوله حطيت فيها معلقه من الصلصه، معلقه من الكاتشب، معلقه من الزيت، رشه كده من الملح والفلفل، ومعلقه من عسل النحل. قلبت كله كويس جدا. هنا بقى العرق بعد ما استوى معايا قعدته ساعه زي ما قلت لك على النار، وبعد كده دخلته على فرن على درجه حراره 200 وسبته ساعه تانية. اتاكد ازاي من سواه؟ بدخل فيه الخله بتاعه الشيش طاووق كده، او سكينه تدخل لحد اخرها، بتدخل سهله جدا معاكي وتطلع نظيفه كده تمام. يبقى العرق بتاعك استوى وسواه حلو جدا. سوى العرق دوت لكل كيلو من اللحمه بياخد ساعه بالظبط. ممكن من الاول خالص تحطيه في الفرن، او تكملي سواه عادي على عين البوتاجاز من فوق زي ما تحبي. الطريقتين حلوين جدا. بعد كده دهنته بقى من الصوص اللي عملناه، الخليط اللي هو الصلصه والعسل. دخلته تحت الشوايه دقيقتين لحد ما اخد اللون
الخطير ده وكراست خطير، هيعجبك جدا. كمان بيديله طعم حلو قوي. حطيته كده، غطيته وهتسيبيه بقى ساعة ساعتين، يا ريت يدخل التلاجة كمان. بيبقى اسهل كتير في التقطيع. تعالي نعمل مع بعض احلى جريفي ممكن تجربيه. او صوص اللحمه الخطير دوت، حطيت له معلقه من السمنه، معلقه صغيره من الثوم او فصين من الثوم المفروم. اول ما يبتدي لونه ياخد لون ذهبي حلو، هنزل عليه بمعلقه كبيره من الدقيق. ابتدي كده احمر الدقيق كويس مع الثوم والسمنه. وبعد كده معايا كوبايه او مج من الشوربه اللي نزلت او الصوص اللي نزل من اللحمه. ودي اللي بيديها اللون والقوام الحلو زي ما انت شايفه. هتبل بقى بهارات بسيطه جدا، نص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، وبس كده. هتقلبي لحد ما ياخد القوام الحلو ده واركنيه بقى على جنب. نرجع للعرق بتاعنا. هنا العرق بقى بعد ما برد، انا للاسف كنت مستعجله. النهارده فطار زي ما انتم عارفين. كل سنه وانتم طيبين. وباذن الله السنه الجايه كلنا نبقوا في الحج كده ان شاء الله. ابتديت اقطعه. بس للاسف انا قطعته تخين شويه. عشان هو سخن، انا مش مستحمله حتى امسكه. انا سبته ما يكملش ربع ساعه، هو المفروض يبرد تماما ويتقطع ارفع من كده كتير. انا عشان بقطعه سخن قطعته عريض شويه. عشان نلحق خلاص دخلنا في وقت الفطار. ابتديت بقى حطيت الرز وزينته كده بالمكسرات اللي عملناها مع بعض. هنا سواه العرق كان تحفه، سواه مظبوط جدا. للناس اللي بتحب الحاجه ويل دان. كان السوا مظبوط. عايزه تقللي وقت السواه عن كده، لو انت بتحبي سواه اقل براحتك خالص. ممكن تقللي مده سواه في الفرن ربع ساعه ولا حاجه. بس انا بحب سوا كامل زي ما انت شايفه، طلع معايا لون وطعم وشكل تحفه. باقي وقت التقديم احط عليه الجريفي اللي عملناه. لو تقل معاكي ما تقلقيش خالص. وقت التقديم هتحطيه على نار هاديه وتزوديه شويه من الشوربه او صوص اللحمه اللي نزل منها. ولحد ما تاخدي القوام الحلو اللي هتشوفيه معايا كده. وبحط بقى عليه. وبصي الصوص ده تحفه، بينقل العرق لحته تانية خالص. طعمه خطير، بيفرق جدا في طعمه. جربيه بطريقتي وباذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. لو عجبتك وصفه النهارده تنسيش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله.